السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة راجعه لكم بقى بفيديو جامد من الاخر. بس قبل ما نبدأ وصفتنا ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. النهاردة هنعمل الفراخ الشواية، مش الفراخ المشوية العادية، لا الفراخ الشواية اللي احنا كنا بناكلها زمان بقى من بره، اللي كانت بتبقى عند بتاع الفراخ اللي هي مش على الفحم، الفراخ الشواية. تمام. هنعملها بكل تفاصيلها وهناكلها زي ما قال الكتاب وزي ما بنجيبها من بره. تمام. وانا هنا بقى جايه لكم بوصفه بقى ايه من الاخر. اول حاجه نجيب الفرخه بتاعتنا تكون كيلو ونص، كيلو 600 بالكتير قوي. انا فرختي كانت كبيره شويه فاخدت وقت كبير في الفرن، بس يستحسن نجيب الفرخه كيلو ونص او كيلو 600. تمام. هنغسلها كويس جدا ونعين منها اي حاجه مش لطيفه احنا مش حابينها، ونسيبها تتصفى شويه. هنجيب بقى شوية مية كده حلوين، ده محلول النقع اللي هيطعم لنا الفراخ ويشيل لنا منها اي زفارة. وبصوا وهيودلنا الفرخة بتاعتنا في حتة تانية. هنجيب مية من الحنفية عادية خالص، هنعصر فيها ليمون، هنقطع فيها شرايح ليمون، هنحط فصوص توم. هنا انا حطيت طماطمايه لان الطماطم بتشيل الزفاره. حطيت فلفل اسود حب ومطحون، لو انت ما عندكيش الصحيح ده وتحطي المطحون عادي. حطيت شويه ملح واي حاجه عندك توابل حابه تضيفيها ضيفيها اللي هي تكون مش مطحونه. تمام. انا هنا حطيت اللي كان موجود، فاحنا قلنا حطينا ملح وحطينا شوية سكر وحطيت ورق لوري، عندك حبهان انا ما كانش عندي فما حطيتش. قرنفل، اي فصوص توابل اي حاجة. وحطيت شوية خل، يبقى ليمون وخل، ملح وفلفل اسود، ورق لوري، طماطم، توم، اي حاجة بقى عندك حابة تحطيها عشان الزفارة. سكر، اهم حاجة السكر، نحط معلقة لكل لتر معلقة سكر كبيرة. تمام. شايفين شكل المحلول بتاعنا؟ ده هيساعدنا في التتبيل وهيساعدنا ان الفرخة بتاعتنا تستوي على طول وما يكونش فيها اي زفارة. انا جايبالك الوصفة من بابها، دي الفراخ الشواية اللي كنا بناكلها زمان واحنا صغيرين. تمام. جبت الفرخة بتاعتي وشايفين غسلها كويس قوي ومخليها زي الفل. ورحت بقى سبتها تصفي كل ميتها والدم اللي فيها وبيتاها ليلة كاملة، لازم تبات ليلة في المحلول ده. تمام. خلاص بقى انا تاني يوم اهو نجهز بقى التتبيلة اللي ما فيهاش اي تعقيدات. عندي بصلاية كبيرة مبشورة، عليها كام فص توم مبشورين ولازم توم، فلفل اسود كتير لان اساس التتبيله معانا النهارده فلفل اسود لان انا مش هحط توابل كتير. تمام. حطيت ملح وفلفل اسود وشويه بهارات. تمام. ومش هنحط اي حاجه تانية، احنا عايزين الطعم اللي احنا كنا بنجيبه من بره. تمام. هنا هحط شوية خلنجان لاني انا تبلتها وقت يعني قليل جدا، فالخلنجان بيساعد ان الفرخة تتشرب من التتبيلة كويس قوي. انما انت لو اول ما تصحي مثلا من النوم الصبح هتصفي الفرخة وتتبليها بلاش خلنجان. تمام. حطيت بقى شوية خل وحبة زيت فقط لا غير. ادي ابسط تتبيلة فراخ، ودي اللي كنا بنجيبها زمان، ودي اللي ونفس التوابل، ما كانش فيه بقى يعني كم التوابل بتاع دلوقتي. حطيت قلبت التتبيلة بتاعتي وشايفين شكلها عامل ازاي. نجيب بقى الفرخة اللي احنا خلاص عناها من محلول النقع تاني يوم وصفناها كويس، شايفين بيضة وزي الفل ازاي، وعارفين هتشموها مش هتلاقوا فيها اي زفارة نهائي. ودي طبعا اهم حاجة. هنا كان صدرها كبير شوية، صدر الفرخة كان كبير شوية فقلت انغزه بالسكينة علشان خاطر تتشرب من التتبيلة وتستوي اسرع. بس لو فرخة اصغر من كده هتكون افضل بكتير طبعا.
هنا كنت بقطع بقى عند الورك عشان الفرخة بتاعتي، لان انا بقول لكم تبلتها قبل التسوية بساعتين بس، وفضلت بقى بالسكينة ونغس فيها وسايبة الجلد من بره سليم عشان يديني الشكل الحلو في النهاية. تمام. هنا بقى هبتدي ان انا اعمل لها ايه، يعني اتبلها كويس جدا جدا جدا. هدخل بقى التتبيلة في كل الفتحات اللي انا فتحتها لها، ومن جوه ومن بره بقى. وبصوا يعني نخلي التتبيلة توصل لكل حتة في الفرخة بتاعتنا. اهم حاجه في محلول النقع، ان انت اي عندك فصوص قرنفل، فصوص حبهان، اي توابل صحيحه عندك عايزه تحطيها حطيها، بتفيد جدا في الطعم وفي التتبيل وكل حاجه. بس الاساسيات اللي انا وريتهولك، ملح وفلفل، توم، سكر، خل وليمون، ورق لوري، يعني دي اهم حاجة ننقع فيها الفرخة ليلة كاملة. لازم يا جماعة ليلة، عشان ناخد الفراخ طعمها جميل بتاعت زمان. هنا بقى وانا بتبل الفرخة بتاعتي، وخلاص انا تبلتها اهو، شايفين شكلها وهي عاملة ازاي، وشايفين التتبيلة قد ايه بسيطة، وهتطلع لنا في النهاية طعم جميل. هركنها ساعتين بقى، ونيجي لأهم خطوة. دي بالنسبة لي احلى من الخطوة دي احسن من الفرخة نفسها. خرطت بصلايه مش بشرطها، وحطيت فلفل اسود كتير وشويه بهارات وملح، وبقى ما قلبتش بقى بالمعلقه زي التتبيله، لا فضلت ادعك بالبصلايه، وحطيت كمان شويه زيت، لان دي اللي هنحشي بيها الفراخ، لان احنا الفراخ اللي بنجيبها الفراخ الشوايه بتكون محشيه بصل. تمام. وفضلت ادعك في البصلايه كويس جدا، وهبتدي احشي الفرخه بتاعتي البصل المتبل الجميل اللي بيبقى بالنسبه لي انا شخصيا احلى من الفرخه نفسها. هفضل احشيها بقى كويس قوي، وادخل تحت الجلد لو البصلايه كبيره والحشوه اتملت، البطن اتملت، هدخل من تحت الجلد، يعني مش هفرط فيها من النهايه يعني. ونستخدم بقى قوتنا، ونروح مكتفين الفرخه بتاعتنا كويس قوي، وهندخلها. نيجي بقى للتسوية، اقل درجة حرارة، اقل حاجة في الفرن. ولو انت الفرن بتاعك حامي هترفعي الشبكة بتاعتك لفوق. وانا هنا ايه، انا حطيتها على الشبكة نفسها بتاعة الفرن، عشان ما حطيتهاش في الشواية اللي هي بتلف دي، حطيتها على الشبكة، ما حطيتهاش في صينية خالص، عشان انا عايزاها تحافظ على شكل الفراخ الشوايه. وحطيت صينيه من تحتها علشان ما تبهدليش الفرن، فيها ميه وليمون وخل، لو هي صينيه ألمونيا عشان ما تسودش منك. هتاخد معاكي في الفرن من ساعه كده لساعه وربع، مش اكتر من كده. انا دي اخدت معايا ساعه وربع علشان خاطر هي كبيره شويه. تمام. وشايفين بقى الشكل الجمالي اللي هو طلعت بيه من الفرن. شايفين انا هنا جبت سرفيس وغلفته بورق فويل، وحطيت شوية بقدونس، وشوفوا بقى ايه الصمت في حرم الجمال. شايفين شكلها عن قرب. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش بلايك.